السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت باش نعاود لكم واحد القصة، واحد العبرة اللي عجبتني. قصة زوينة وفيها أن الإنسان مهما بغات تكون الصعوبات والتحديات اللي فوق منه، مهما بغات تكون الأضعاف ديالها، أن كاين الله عز وجل يدبرها. القصة ديال اليوم قصة زوينة. كان واحد العالم ديال الفيزياء وعالم الفلك يعرف بزاف د الحوايج على النجوم وعلى الشمس والأرض كيفاش كدور. سبحان الله، عنده علم كبير وكان مهتم بهذا العلم وكيشرح للطلاب ديالو على كيفاش كدور الشمس، الأرض على الشمس، وكيفاش كدور الشمس على النفس ديالها. وكان عالم ما شاء الله عليه في علمه. الطلاب ديالو كانوا منبهرين كيفاش كيعرف هذا العلم كامل، وشنو الدور ديال الجبال كانها اوتاد فوق الارض، وكيفاش كان عارف على كل شيء، على الجبال وعلى الارض وعلى الفلك وعلى الفيزياء. مرت الايام بغى يزيد العلم ديالو. سبحان الله، الناس ديال العلم ديما كيبغيو يزيدوا، ما كيبغيوش يحبسوا باش يبقاو كيقولوا اننا كل ما عرفنا شي حاجه اننا ما كنعرفوا والو. المهم هاد السيد كان واحد النهار نخرج واحد النزهه، بغيت نتعرف على واحد الاشجار، انواع ديال الاشجار في واحد الغابه. تم غادي ويدخل الغابه، شاف واحد الصنف، واحد النوع من الشجره. بدا يلا غادي يبدا يشوف فيها، ويشوف واحد الطق. سمع الطق، ملي سمع داك الطق صغيره رجع كيشوف، لقى واحد النمله هازه واحد الحبه ديال القمح. النمله صغيره وهاز ديك الحبه كبر منها بعشرة الاضعاف المرات. العالم ويتعجب ويجلس كنتسنى، ما كاين دابا لا علم لا والو، اجي نلاحظ ونشوف هاد النمله شنو غدير. المهم جلس بقى كيشوف ان النمله هزت الحبه ديال القمح، بغات تطلعها. المره الاولى ما قدراتش، المره الثانيه غادا وكتعاود وكتطلع وتسخسخات، وشحال هو كيلاحظ فيها. قال هاد النمله ما كتعرفش بانني كاين نقدر نهزها من هنا ونديها لهاد البلاصه، نفوت هذاك الحجره ونحطها. بقى كيتعجب، فأدرك في هذاك الوقت قال كيف ما هاد النملة أنا وقف هنا ونقدر نعاون هنا، كاين أن الإنسان مهما بلغت صعوباته، مهما بلغت تحدياته، كاين اللي يقدر يسهلها عليك ويجعلها سهلة، وهو الله عز وجل. فرجع للمنزل ديالو، كان باغي يتعلم العلم على أنواع الأشجار، فجاته حكمة وموعظة من عند الله عز وجل، قذف في قلبي أنا شاف ديك النملة ورجع قال هاد العلم اللي تعلمته كامل زوين، ولكن ملي كتعرف انك كيفاش تثق في الله عز وجل انه يحل الصعوبات ديالك، نور قلبه. فذهب الى الطلاب بوجه منور فقال لهم اعظم علم هو ان تعرف الله وان تعرف قدرته، ومهما بلغت صعوباتك فان الله عز وجل هو اللي يقدر يحلها مهما بغات تكون. فوض امرك لله عز وجل ولن يخيبك ابدا. فالدعاء والثقة بالله كنز عظيم، مهما صعب عليك وأي حاجة تقلت عليك سير عند سيدي ربي وغادي يسهل عليك. دمتم في رعاية الله.